زيزا زيايا والهدف الأول. نقدر نقول أول كرة خطيرة. زيايا في وضعية مناسبة يتمكن من افتتاح باب التسجيل في وقت مبكر، يعني بعد مرور حوالي 7 دقائق ونصف. زيايا عبد الملك يوفق في الوصول إلى شباك الحارس خضيرية بعد هذه الكرة والتسديدة داخل منطقة العمليات. وزيايا وكأنه يفرح كثيرا بهذا الهدف احتراما ربما لمشاعر أنصار وفاق سطيف. إذا بداية جيدة من جانب بعد تمرير انظر في العمق لفهم بوعزة لزيايا، عرف كيفاش يدور بهذه الكرة ويسكنها في القائمة الأولى. ومتابعة لم تكن في المستوى من جانب دمو. إذن الدقيقة 7 الهدف الأول من زيايا. هو في رأيي بينما خطيرة هذه الكرة أندريا والهدف الثاني يستفيد من خطأ كبير يرتكبه فارس بن عبد الرحمن. أندريا يستثمر في هذه الكرة وفي هذا الخطأ ويوقع الهدف الثاني في وقت مهم جدا بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر قبل نهاية المرحلة الأولى بأقل من 5 دقائق. أظن أنه خطأ فادح في محور الدفاع وفاق سطيف اللي خلى أندريا يستغل هذه الكرة ويتوغل في العمق ويسكنها بكل براعة. حس المهاجم يعني الصريح، نظن اللي عرف كيفاش يمحي خضيرية اللي كان. شوف هنا أندريا خطأ فادح في محور الدفاع لخطأ كبير مرتكب من جانب فارس بن عبد الرحمن، سواء في ترويض الكرة أو في الاحتفاظ بالكرة في هذه الوضعية، وخاصة أيضا أنه أمامه المهاجم أندريا الذي يستغل هذه الفرصة ويضيف الهدف الثاني في هذه الدقيقة. خطأ